هسه انت مقتنع انه في اسلام؟ بفضل الله كما اني الان انا شايفك، يعني انا مقتنع انه في اسلام كما اني الان انا شايفك. واعطيك الدليل. وين فيش انت الاسلام؟ مسلم؟ انت اسلام ولا انت مسلم ولا شو اول شيء؟ انا لا. طب هسه بدي اسالك سؤال، هل لديك عقل؟ في لي عقل. طب طول ما انه لك عقل، كيف تنكر وجود شيء موجود في هذه الدنيا؟ كما قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالذي عنده عقل يعرف أن هنالك قرآن ويعرف أن الله موجود، فالعقل يميز أن الله جل جلاله فوق 7 سماوات وأن الله هو الذي خلقه. فهل يا ترى لديك عقل ولا ليس لديك عقل؟ طب بس هسه انت مش انت جاوبني بتصلي؟ على هذا السؤال. جاوبني على هذا السؤال، هل لديك عقل ولا ما لديك عقل؟ في عقل. هسه انت بتصلي؟ طب هذا العقل هذا العقل دقيقة بالله، هذا العقل يعني ما عرف أن الله جل جلاله موجود؟ هسه انت طول نهارك تسأل بالناس. فانا هسه تطلع علي سمعة، شوف تطلع علي سمعة إني أسأل الناس عن الصلاة، ولا تطلع علي سمعة أقول هل الإسلام ما في إسلام؟ أنت الآن تقول ما في إسلام، فأي عاقل يقول هذه الكلام؟ ما في اسلام. ما في يعني اسلام. أنت على إيش؟ يعني أنت دينك إيش؟ يعني أنت عفوا منك، يعني من أنت؟ يعني هل أنت على أي دين؟ هل تعبد البقر مثلا؟ ما في اسلام. هل تعبد البقر؟ هل تعبد يعني الفأر؟ ولا بقى ما اسلام بتعبد ولا شيء؟ طب انت شو تعبد؟ انت من؟ يا زلمه لو في اسلام كنت انا ما شفت حياتي كله، ولا انا فتحت لا، ما هو الاسلام، الاسلام اصلا طالع حتى يعني يهدي هذه الاشكال. احنا اصلا طالعين حتى نهدي هذه الاشكال. يا زلمه انت شغل جولات بس يا زلمه. انت مش اقسم راضي. انت مش راضي تخليني اسالك. اقسم بالله اني اسمع. انا الشخص الوحيد الذي ما العب جولات، تمام؟ فانت لا تعرفني لسه، واذا بدك بعرفك مين انا. وهو اللي اسمع، بهدي امثالك. يعني انت مثلا تقول انه ما في اسلام، فانا باذن الله طالع عشان احكي لك. ان الله يهدي من يشاء. يا زلمه بدي انهدي عن طريق. السلام عليكم. كيف حالك يا ابونا؟ ان شاء الله كويس. ابونا يعني من باب انك انت كبيرنا. ايش يا عم؟ اذا لا تريد يعني عادي نعطيك ايش بدك، انت ابشر، والله ابشر وتدلل. انا قلت انك ابونا من باب انك كبيرنا وتاج على راسنا. منين ابوي؟ انا من الاردن. هذا على قريب عمة حسين. الله يرفع قدرك يا رب ويجزيك كل خير. من وين حبيبنا الغالي؟ من مصر. والنعم إخواننا في مصر، أسأل الله أن يجعلكم من أصحاب الجنة. أنا أخوك من الأردن، وحابين والله نسألك سؤال صغير من باب التذكير، فشو رأيك بإذن الله؟ إن شاء الله. السؤال بإذن الله: كيف حالك مع الصلاة؟ الحمد لله. الحمد لله. أسأل الله أن يثبتك على الصلاة، وأسأل الله أن يرفع قدرك. وإحنا والله متشرفين في هذا الوجه الطيب والله. وإحنا سبحان الله لما نرى مثلك، يعني ما شاء الله عليك، نراهم على هذا البرنامج ننبسط والله. فالله يا ربي يرفع قدرك وربي يجزيك عنا كل خير. وحبيت